بين هؤلاء طبعا الطريق كما قلنا لم تكن سالكة. الطريق كانت صعبة، كانت هناك محاولة تخريب بعد الانطلاق. الأمواج كانت عاتية، ولكن أيضا ليلة أمس انقطعت الإنترنت فجأة والاتصالات، وكانت هنالك مسيرات أو طائرات بدون طيار تحوم على مقربة منا. لذلك أعلنا حالة طوارئ وانقطع الاتصال، وأعلنا خطط الطوارئ، حيث أننا نتدرب بشكل يومي على المقاومة السلمية وعلى التصرف في حالة الطوارئ، حيث نتواجد في مكان محدد وسط السفينة ونلبس سترات النجاة، ونقوم ب يعني الاستعدادات الأخيرة قبل المداهمة. أيضا فيما يتعلق بسؤال حول تمويل الرحلة، نعم هو تمويل ذاتي شخصي. أنا مثلا اقتنيت تذكرتي ولم أدفع ثمن هذه التذكرة بعد، وليعذرني صديقي خالد صاحب وكالة أسفار وهو يستمع إلي ربما بعد بث هذا الفيديو. إذا عدت سالما صديقي كالعادة سوف أدفع ثمن التذكرة. إذا لم أعد رفيقي أو حصل أي مكروه فلتكن صدقة جارية، ولكن اطمئن، أوصيت أهلي وعائلتي بخلاص كل ديوني. بعد وصولي إلى إيطاليا اخترت التذكرة، واحد من رفاقي وهو الرفيق خليل وأحييه من هنا مقيم ببلجيكا، هو من دفع ثمن تذكرتي بالحافلة من روما إلى غاليبولي. التقيت الرفيق خليل هناك وهو رفيقي وصديقي وعشيري أيضا، تطوع ورافقني لمدة 5 أيام. اكترينا بيت متواضع بمصاريف محدودة، وكنا نأكل يعني بكميات محدودة وبمصاريف معقولة، وكانت تقاسمنا المصاريف. ولكن حقيقة ما ساعدنا في ذلك هو بعض الأصدقاء الذين التقيناهم. التونسي مجدي أحييه من برنديزي، لم ألتقيه يوما في حياتي، هو كان أحد المتطوعين، سمع بحنظلة في غاليبولي وهو يقيم ببرنديزي مدينة قريبة من غاليبولي، جلب لنا الأكل والغذاء وساعدنا في تكفل المصاريف. غاليبولي هي مدينة سياحية. أيضا صديق تونسي من القيروان عمر، وهو الذي حمل وسلمني المظلة التونسية، جلب لنا كسكسي تونسي بالسمك ليس لي فقط بل لكل الطاقم أثناء فترة وجودنا هناك. وأيضا الغذاء وكل ذلك الآن منذ 6 أيام تقريبا أغلبه من المتطوعين، غلال وخضر من متطوعين إيطاليين، ولكن أيضا الكميات الأدوية والحليب الأطفال تم شراؤه من المتطوعين من عدة دول مختلفة من أوروبا، حيث أن حنظلة منذ 3 أشهر جابت كل أوروبا، وفي حملة كبيرة جابت 32 ميناء وجمعت تبرعات لتمويل الرحلة، وهي تبرعات فردية مالية وعينية باسم حنظلة. لذلك فإن المصاريف هي فقط تطوعا. أما عن سؤالكم الخاص برجال الأعمال والمنظمات وما إلى ذلك، أنا أميل دائما إلى أن يكون التمويل مستقل. مثلا نحن نناظر في منظمة إيكور مثلا كحزب الوطن الاشتراكي، ندفع مساهمتنا السنوية، وعندما نسافر نمول سفراتنا بتبرعاتنا. ربما البعض لديهم بعض الأوهام، أو ربما لأنهم لم يتبرعوا يوما في حياتهم أو لم يساهموا في حل الإشكاليات المالية لليسار وللمناضلين، قد يستغربون ذلك، ولكن نحن ساهمنا في حل بعض الإشكاليات. لسنا بأغنياء، لسنا بأثرياء، ولكن نمول أنشطتنا بأنفسنا، لأن نعتبر أن كل تمويل أجنبي من السفارات نرفضه تماما، أو من المنظمات نرفضه تماما، وكذلك من رجال الأعمال في مثل هذه المهام نرفضه تماما. ولكن إذا كان هنالك رجال أعمال أو أي جهات تريد أن تتبرع مباشرة لفلسطين أو عبر جهات مضمونة فإننا نشجع ذلك. هذا فيما يتعلق بهذا القسم من الأسئلة.